تعالى اقولك ازاي توفري وتدبري. محتاره على الغدا، غداكي معايا شويه مكرونه بالثوم وبطاطس وبيض وحلو قوي وبألف هنا. تعالى اوريكي هنعمل طريقه المكرونه دي ازاي. المكرونه بتاعتي بالثوم والكاري يا جماعه، طعمها تحفه تحفه اللهم بارك. تعالى اما اوريكم عملتها ازاي. بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا انا غسلت البطاطس، جبت بطاطس صغيره يا جماعه، غسلتها ماشي وخرطتها، وده السمك بتاعها. تغسليها كويس قوي وتخرطيها، والسمك اللي انت عايزاه، بس السمك ده كويس. تمام. بطاطس الشتا جميله يا جماعه. ولع عليها النار كده تحتيها، ونحط عليها ملح. بسم الله. طبعا البطاطس مش عايزه افهمها يا جماعه، كلنا بنعرف نسلق البطاطس ماشي. وهنا حله حطيتها على النار اهي، ولعت عليها النار، نجهز فيها الصلصه. وهنا الميه بتاعت المكرونه. تمام. الميه دي هنزل فيها ملح، ميه المكرونه هنزل فيها ملح ومكعب ماجي. طب ليه يا ام جمانه انت ما بتحطيش المكعب في الصلصه؟ لان اما حطيتيه في الصلصه المكرونه بتكون مستويه 3/4 سوا. لا، انا عايزاها تاخد من نكهه الميه بتاع سليق المكرونه، يعني عايزه المكرونه تاخد النكهه دي وهي لسه في الميه. تمام، مش بعد ما تستوي. هنزل بقى في الحله بتاعت الصلصه بمعلقه زيت او معلقتين زيت. تمام. وانا بحب المكرونه بالثوم، المكرونه بحب اكلها بالثوم. اقلب كده معلقه الثوم، وعلى معلقه الثوم دي هنزل، انا عندي هنا خلطه ملح على كمون، نص معلقه ملح على كمون، ونص معلقه سبع بهارات. تمام. عليهم نص معلقه كاكو، واقلب مجرد ما اشم ريحه الثوم. انا مش هحمره خلاص. ايوه. هنا انا خلطه طماطم مصفيها كويس وممكن تحسها في الفريز، هنزل كده عليها. وهي تفك لوحدها على النار. تمام. بس ههدي عليها النار عشان تفك لوحدها، يعني بلاش الحاجه المتلجه تتحط على نار عاليه مباشر يا جماعه. النار العاليه المباشره غلط. هدي عليها النار واسيبها في السخونه تفك كده براحتها. تمام. والبطاطس هنا بتتسلق اهي، والميه بتاعت المكرونه خلاص هتغلي، ننزل فيها المكرونه. هنا بقى الميه غلت بتاعت المكرونه، بسم الله ننزل على المكرونه. تمام. اقلبها. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المكرونه قعدت معايا كده 7 دقايق، ما تاخدوش بالوقت اللي انا عطيهولكم، خدوا بنوع المكرونه نفسه. ماشي. في مكرونه لان دي نشويات، في مكرونه بتغيب شويه، وفي مكرونه ما بتاخدش وقت كتير، النشا بتاعها بيبقى قليل. خلاص. باجي كده على حبايه المكرونه اهي، بتقطم معايا بس بسيط. تمام. يعني لسه ماسكه حاجه. خلاص كده تبقى استوت. هطفي عليها النار واصفيها وارجع لكم. خلاص صفيت المكرونه. نبص على البطاطس. على فكره البطاطس مش هتاخد وقت، بطاطس الشتا
مش هتاخد وقت معانا في السوا. بصوا تغرزي المعلقه كده فيها تلاقيها دخلت استوت. يعني المعلقه لما تغرزيها تغرز معاكي بسهوله. بصي تمام كده. ما غابتش معايا لان انا مش مخليه سمكها عالي، يعني البطاطايه سمكها مش عالي قوي، السمك الوسط. هصفيها رخرة يلا ونحمر. الصلصه خلاص اتسبكت اهي تمام. انا خدت هنا معلقتين الاول، حشت معلقتين على جنب لحد ما اشوف الاول انا هحتاجها كلها ولا لا. هنزل بقى بالمكرونه تمام واقلب واشوف ان احتجت الصلصه هحطها، ما احتجتهاش خلاص. وهنا انا ولعت على الزيت عشان احمر البطاطس. قلبت المكرونه كده كويس في الصلصه تمام. احنا بنحب المكرونه الصلصه بتاعتها زياده شويه تمام. اللي مش عايزه الصلصه بتاعتها كتير ما تزودش صلصه خلاص. الخطوه دي بقى ضروري عنها، بالنسبه لي ضروري قوي على المكرونه. لازم اجيب شويه فلفل اسود ورشها كده على المكرونه واغطي عليها تمام. واغطي عليها شويه خلاص دقيقتين 2 بالظبط او اقل. هقلبها تقليبه يكون البخار بتاعها طلع والفلفل دخل كده في المكرونه من السخونه كده. خلاص حمرنا البطاطس تمام كده. وكنت سلقه بيض والمكرونه. اللهم بارك. معلومه يا جماعه، المكرونه لما تسلقيها وتنزليها من على النار وانت بتصفيها لازم تفتحي عليها الميه البارده، لازم تفضلي فاتحه عليها الميه البارده شويه. ليه؟ بتقلل الحراره بتاعتها وبتنزل الحراره بتاعتها خالص وبتطلع المكرونه معاكي مفلفله تمام. حبايه زي ما انت شايفه كده، مفيش حبايه ماسكه في حبايه تمام يا حبيبتي. الغدا بتاعنا النهارده اهو مكرونه وبطاطس وبيض مخلل مع الخيارتين الحلوين دولت، وتفضلوا معانا. وهي دي غدوه النهارده، لا تفكري ولا تحتاري. دبريها بكيس مكرونه ونص كيلو بطاطس وهتخلصي الغدا وبألف هنا وشفا.